تفتكر يا صاحبي لو نزلت الجيم أول يوم وخدت فيه تمرينة جبارة زي ما بيقولوا كده كسرت الحديد، هل ده هيفرق في نشاطك وشكل جسمك؟ في الأغلب لأ. طب لو استمريت أسبوع هل هتحس بفرق؟ بالعكس، ده أنت هتحس إن جسمك بقى متكسر وإنك بقيت بتنام كتير لأنك دخلت نشاط ومجهود أنت ما كنتش بتعمله قبل كده. طب بقى لو التزمت شهر، يعني ممكن يبدأ يبان شوية على شكل بطنك ودراعاتك ونشاطك وتركيزك على مدار اليوم، بس برضه لحد دلوقتي بعد استمراريتك وانضباطك لمدة شهر لسه ما بانش نتائج بشكل ملحوظ، بس النتائج هتبان عليك بشكل ملحوظ وتبص لنفسك في المراية تحس فعلا بفرق من بعد 6 شهور أو سنة على الأقل. ومبدأ الصبر والاستثمار ده بقى صدقني أنت محتاج تطبقه في كل جوانب حياتك، أي شغل أو وظيفة عشان تبدأ تقدم عليها فأنت في الأغلب بتاخد 6 شهور تتعلم فيهم وتاخد كورسات و6 شهور تانية تدريب على ما تبدأ بس تتعين فيها وتبقى ملم بالأساسيات. ونفس الكلام برضه يمكن كمان بشكل أصعب لو بتفتح مشروع خاص بيك، فأنت ممكن أول 6 شهور تفضل تخسر وتاني 6 شهور يا دوب يبقى المشروع ممشي نفسه واللي جاي على قد اللي رايح وأنت ما بيخشش جيبك جنيه، ولكن تبدأ بقى تحس بفرق حقيقي بعد أول سنة. وده بشكل لا واعي الرياضة بتعلمه لك وبتبنيه عندك كويس جدا. فكرة إنك تشتغل على نفسك وتستثمر في نفسك برغم إن أنت مش لاقي نتائج، فده بينمي عندك جدا فكرة الصبر والاستثمار، وإنك مش كل حاجة هتلاقي نتائجها في لحظتها، لازم هتاخد وقت ومجهود.